هنعمل النهارده كيكه بالبلح الاسود وصوص التوفي. الكيكه حلوه جدا، غير انها مغذيه جدا جدا جدا، لان البلح الاسود اصلا بيكون مغذي. وممكن كمان تتعمل بالتمر الطري. هو هتطلع نفس طعم اللي بالبلح دي بالظبط. اصلا البلح بيكون مش ظاهر فيها، ودي حلاوتها ان هو مدي طعم بس هو مش ظاهر. يعني انا عملتها قبل كده، او هي معروفه بانها بتتعمل بطبقه البلح بتكون تحت في الصينيه من تحت مع صوص كراميل، وبنحط الكيكه فوقها وبتتقلب، بتبقى ظاهره البلح فيها، فبتحس ان هو البلح مش حاجه جديده، كيكه عاديه وعليها بلح، انما دي حلوه جدا. المقادير بتاعتها هتكون في الخلاط عشان انا عايزه البلح يدوب تماما، بيبقى عامل زي العصير بالظبط. المقادير بتاعتها: اول حاجه كوبايه الا ربع سكر وثلاث بيضات وفانيليا، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن بس سخن. يعني انا هسخن اللبن يبقى تقريبا مغلي، واحط عليهم كوبايه بلح، او ممكن البلح نقلله او نزوده حسب الرغبه بتاعتنا. انا هحطها في الخلاط، هحطهم في الخلاط وهضرب. الميه السخنه هتخلي البلح يبقى يعني مختفي تماما، هيبقى زي عصير بالظبط، كل المكونات تبقى زي العصير بالظبط. هفضل اضرب فيها كتير لحد لما يدوب خالص. انا هجهز على جنب كوبايتين دقيق انا اكون نخلاهم، واحط عليهم كيس بيكنج باودر. هو كده انتوا شايفين الخليط بتاع الكيكه بقى سايل خالص زي العصير بالظبط، مفيش ولا قطعه يعني حاجه متكتله من البلح خالص. انا هحط الكيس البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق، ويا دوب هقلبهم على الخليط السائل اللي كان في الخلاط. وهقلبهم مع بعض كويس بالمعلقه لحد بس ما يدوبوا مع بعض، مش اكتر، يعني يا دوب دقيقه واحده بس. هجيب صينيه بقى، ممكن كمان ازود شوكليت شيبس، هي مش فيها خالص مكوناتها شوكولاته، بس حبه الشوكليت شيبس دي انا بحس ان انا يعني لما بضيفهم على اي كيكه او كب كيك او مافنز او اي حاجه بتغير طعمها خالص. انا زودتها بس هي اختياري. كمان ممكن نزود رشه قرفه على الكيكه، بس انا حابه طعم البلح، مش ازود له حاجه يوديها في اتجاه تاني. يعني هي ممكن تتحط عليها قرفه عادي او نسكافيه كمان، بس هي حلاوتها تفضل كده بطعم البلح بس. انا دخلتها في الصينيه، صينيه صغيره عشان انا عايزاها تبقى عاليه، برضو لو احنا عايزينها مش عاليه ممكن نكبر حجم الصينيه. ودخلتها الفرن على 100 180 درجه. انا هحط انا عشان اعمل صوص التوفي بقى، هتبقى كوبايه سكر احطها في الطاسه على النار، وبمجرد ما يسيح خالص السكر بنفس الشكل ده هزود عليه معلقه زبده، وبرضه هقلب وهدخلها على النار وهدي. اكون انا في الوقت ده بجهز نص كوبايه لبن ساقع من التلاجة عادي، وعليه معلقه نشا مليانه كبيره. وبعد كده هزودها على الخليط بتاع السكر والزبده، وهقلب بالراحه خالص على نار هاديه جدا لحد لما يدوب. يعني هو كده انا كده بقلب، بجيبها من على النار واقلب، هرجعها على النار تاني لحد ما يبقى بالشكل ده كده. الصوص ده تحفه جدا لو اتحط على اي كيكه او اتعمل بيه اي حاجه، وتحفه ومظبوط جدا على الرغم ان هو من غير كريمه ولا اي حاجه خالص. انا هسيبه على جنب، يعني عبيته في حاجه واسيبه على جنب يبرد خالص لحد ما الكيكه تخرج من الفرن. هي اخدت تقريبا 45 دقيقه علشان هي عاليه، يعني هي تخينه الكيكه. طبعا هي طالعه، انا مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي وريحتها. والشوكولاته كمان، قطع الشوكولاته اللي فيها مخليها حلوه جدا، وانا حطيت عليها صوص الطوفي كمان. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقه دي، هي طالعه مظبوطه قوي بالمقادير ديت، واحلى كتير كتير لما نسيب البلح سليم فيها. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.